كل شيء كيهضر في هذا الموضوع لانه كيمس كل شيء، كيمس المواطنين كلهم. هذاك التواصل اللي كيدير الناطق الرسمي باسم الحكومه، هذاك التواصل مستفز، فيه استخفاف، فيه لا مبالاه بالوضعيه ديال المواطن اللي كيشدوا 1500 درهم و2000 درهم وكيشتغل 12 ساعه هو واقف، وعنده 3 ديال الاشخاص ولا 4 في الدار، ويمكن تكون عنده امه متكفل بها، ويمكن اختو، وغادي يعيش ب 2000 درهم. غادي يشري البصله ب 17 درهم. البصله كنتجوها في المغرب ما كنستوردوهاش. غادي يشري مطيشه ب 12 درهم كنتجوها في المغرب. واش عباد الله الواحد كيعرق النهار كله ويضرب تماره ويمكن يصور 50 درهم ولا 60 درهم، وتمشي عند مول البطاطا ومطيشه والبصله تساليها، وباش تخلص الكرا وباش تخلص الماء وباش تخلص الضوء وباش تخلص الدراري المدرسه وباش تخلص الكتوبه وباش الا مرض لك شي واحد وباش تصاوب اتاي وباش تشري السكر، هادشي كله ما كاينش. وتجي وتقول لنا راه المطيشه كدير 9 ديال الاورو في الدول الاوروبيه، على الدول الاوروبيه عندها نفس الحد الادنى اللي كاين، الاجر الادنى اللي كياخذ المواطن. على الدول الاوروبيه عندنا نفس النسبه المئويه ديال البطاله. واش مطيشه عباد الله ندخلوها في هذا الشيء هذا؟ واش مطيشه ديالنا غندخلوها لي في هذه المشاكل؟ ياك المحروقات ما هضرناش عليها حيت قلنا كتجينا من دول اخرى وكاينه حروب وكاين تضخم وكاين، يلاه سيدي ما صرتناها حنا، اكل الدهر عليها وشرب المحروقات وامور اخرى، ولكن تنصر المطيشه والبطاطا والبصله لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.